السلام عليكم. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الحلوى سهله واقتصاديه وبدون فرن، كتجي لذيذه في المذاق وفي المنظر، كتجي جميله. نخليكم مع المقادير والطريقه تحضير فرجه ممتعه. عندي هنا نص كيلو ديال التمر، حيدت له هاد القوقه ديالو. وهنايا عندي نص كيلو ديال البيان حمصته وغادي نطحنو بالقشره ديالو. عندي هنا بعد ما طحنت البيان وطحنت التمر، غادي نضيف له واحد قطرات من العقده ديال اللوز، اختياريه هذه، اللي بغى يضيفها واللي ما بغاش ما يضيفهاش. ملعقه ديال القرفه، ملعقه كبيره ديال القرفه، وجوج ملاعق كبار ديال مربى المشمش. هاد المربى كتعطي له واحد التعليكه، واللي بغى يضيف العسل يضيفه. صافي كنخلط مزيان الكل، التمر مع البيان مع كل شيء. صافي هنايا كنقسمها على 3 اولا على 4 على حسب الحلبة اللي غادي يجيولي في الطاوه. صافي هنا كنجيب الجنجلان محمص، نقيته وحمصته، حيتاش خصها ضروري يكون الجنجلان محمص، حيتاش هي ما تدخلش للفرن، يعني تبقى غير في الثلاجه باش كيعطي واحد المذاق مزيان. صافي هنا باش ملي حربته كامل طولي خرجوا لي 4 ديال الحرابيل. كنجيب هنايا اي عود، ملعقه اللي بغيتو. كنعملوا واحد الحفره في الوسط، كندوب الشوكولا بيضاء وكنعمر ديك الحفره، وكنجيب الشوكولا سوداء وكنعمل خطوط فحال اللي كنعملوا الملفي. واللي بغى يعمل الشوكولا الكحال عوض الابيض يعملو، يعني اللي بغى كل واحد وكيفاش كيبغي يزين الحلوى ديالو. طريقه سهله واقتصاديه وكتوجد دغيا، وكتجي لذيذه في المذاق وكتجي جميله في المنظر. انا غادي نقطع معين ومربع، غادي نقطع جوج اشكال، وانتم لكم الاختيار اللي بغيتو تقطعوا. تقدروا تقطعوا معين، انا قطعت جوج اشكالات، عملت معين وعملت مربع، كيبقى لكم الاختيار شكون اللي جا جميل. انا عجبني معين، حتى مربع كيجي مزيون، ولكن معين هو اللي عجبني. وانتم لكم الاختيار كيفاش ما بغيتو تقطعوا، معين مربع مستطيل اللي بغيتو. تقدروا تقطعوه كبير صغير، انا قطعته هنايا كبير شويش. صافي كنعملو هنا في كويغطات، انا عملت هاد الكويغطات في القهوي. صافي وكنبقى نحتفظ بهم في الثلاجه، نخليهم في الثلاجه، او على حسب دابا الحال سخون، خص ضروري يكون في الثلاجه باش كتبقى محتفظه به. صافي ها الشكل النهائي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو لذاذ وبنان واقتصادي. نخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.